جدنا رمسيس التاني يا جماعة حرقهم قوي ووجعهم قوي، محروقين منه لدرجة ان هم عايزين يطلعوا عليه ان هو فرعون سيدنا موسى عليه السلام، سواء عن جهل او عن عمد. قبل ما اكلمكم عن المتحف المصري الكبير وافتتاحه اللي هيحصل قريب ان شاء الله في شهر 7 الجاي، لازم بس اصحح بعض المعلومات بخصوص كمان الكلام اللي اتقال مؤخرا عن رمسيس الثاني، واللي للاسف قالته واحده مش مصريه وكمان طالعه تتشفى في الحضاره المصريه القديمه. طب انت رايحه تزوري المكان اصلا ليه؟ وانت شايفاها حضاره كفر ووثنيه وان دول فراعنه وان ده فرعون، رايحه تزوري المكان ليه؟ رمسيس الثاني اللي هو اثاره ماليه مصر كلها من شرقها لغربها وشمالها لجنوبها، وكل يوم تلاقيهم بيكشفوا اثر جديد لرمسيس الثاني، في حين ان فرعون ربنا سبحانه وتعالى قال عنه ايه؟ ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. فرعون ده ملوش اثر. منين بقى فرعون ملوش اثر؟ ومنين اثار رمسيس الثاني باقيه لحد دلوقتي وبنشوفها قدام عينينا؟ واكبر مثال ليها التمثال الموجود قدامنا ده، اللي موجود في بهو المتحف المصري الكبير، المتحف العظيم اللي هكلمكم عنه كمان شويه. رمسيس الثاني اللي مومياؤه باقيه لحد دلوقتي، وان الارض لا تاكل اجساد الانبياء والصالحين كما جاء في الحديث. لكن هو عشان علم عليهم جامد قوي فهم مش ناسيين له ده وعايزين يطلعوه في صورة فرعون، وعاملين كمان ايه؟ مش فرعون واحد، ده عاملين 2 فرعون، فرعون سيدنا موسى عليه السلام وفرعون الخروج، حين ان بذكر القرآن الكريم مفيش غير فرعون واحد بس، اللي هو فرعون سيدنا موسى عليه السلام، اللي هو ربنا سبحانه وتعالى اغرقه، فاراد ان يستفزهم من الارض فاغرقناه ومن معه جميعا. وجثمان رمسيس الثاني اللي باقي لحد دلوقتي ده مفيش اي علامة تدل ان هو غرق، جثمانه محفوظ بحفظ من ربنا سبحانه وتعالى علشان يبقى دليل دامغ وش اي حد بيحاول يدعي ان هو فرعون. رمسيس الثاني اللي هو من اعظم ملوك مصر القديمه، اللي حكم مصر في الاسره 19، وهو من اعظم ملوك الرعامسه، اللي حكم مصر 68 عام، واللي خلفه في الحكم ابنه مرنبتاح. ابنه مرنبتاح اللي موجود اللوح بتاعه، لوح مرنبتاح في المتحف المصري، اللي مكتوب فيه قضينا على بذرة إسرائيل اللي هم اللي ما يتسموش. هو رمسيس الثاني وبعد كده ابنه شكلهم وجعوهم قوي، فعشان كده عايزين يشوهوا صورتهم، عشان تعرفوا ان تاريخهم معانا من زمان مش من دلوقتي. اللي هما كانوا بيعملوه زمان واللي تصدى ليه ملوك المصريين القدماء هو نفسه اللي بيعملوه معانا دلوقتي، والتاريخ بيعيد نفسه. واللي كان بيحكم الحضارة المصرية القديمة كانوا ملوك ما كانوش فراعنة، واللي أطلق لقب فراعنة ده هو فليندرز بيتري، اللي هو منهم أصلا، اللي هو مدفون هناك كمان عندهم في الكيان، وهو ده اللي أطلق على المصريين القدماء اللفظ المزيف ده. لكن حكام المصريين القدماء كانوا ملوك وما كانوش فراعنة. وده نفس اللي حصل برضو مع الملك العظيم تحتمس الثالث. تحتمس الثالث اللي هو برضو علم عليهم جامد، وكان ده في معركة مجدو الشهيرة، ومجدو دي اللي برضو هي شمال فلسطين حاليا. علشان كده عملوا ايه؟ من كرههم لتحتمس الثالث عاملين تمثال لشامبليون المزيف للحضارة المصرية، عاملين تمثال ليه وهو حاطط رجله على وجه تحتمس الثالث،